السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيادة الوقود في مصر 3 جنيه لكل نوع بنزين وسولار، زائد طبعا الغاز الطبيعي المنزلي والغاز الطبيعي بتاع العربيات اللي زادوا أكتر من 20%. تعال ناخد الموضوع يا جماعة نقطة نقطة. في حرب، هل مصر بتحارب؟ لا، مصر مش بتحارب. طيب هل مصر ما عندهاش مخزون استراتيجي من السلع ديت؟ مصر عندها مخزون استراتيجي من السلع ديت، وبكلام الحكومة نفسها وبكلام رئيس الدولة نفسه. طلع لسه من يومين هو رئيس الحكومة قال يا جماعة اطمنوا، مفيش زيادات، والتاجر اللي هيتلاعب في الأسعار هيتحول لمحاكمة عسكرية. طب احنا ليه بنزود المحروقات يا جماعة؟ في الحقيقة هما الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي هما كده كده يا جماعة كانوا هيغلوا المحروقات، والفرصة دي جات لهم، أو الحرب دي جات لهم فرصة على طبق من ذهب. بدليل ايه؟ ترامب لما طلع اول امبارح في خطاب علشان يهدي الدنيا وقال الحرب اعتبرها انتهت او في طريقها للانتهاء، فعلا الوقود والبترول العالمي نزل من 120 دولار نزل لحاجه و80 دولار. الحكومه المصريه بتاعتنا حسوا ان الحرب فعلا هتنتهي، والدولار والبترول بينزل، ومش هيعرفوا ينتهزوا الفرصه ديت ويتاجروا على الشعب، لان هم دايما بيتاجروا على الشعب. فقال لك نلحق، لان الطبيعي والمنطقي ان انت كحكومه تصبر. انت عندك اصلا كده كده لجنه اللي هي تدرس اسعار الوقود كل 3 شهور. اللجنه دي في شهر واحد اللي فات انت خلاص درست وغليت، يعني عليت اسعار الوقود. المفروض كنت تصبر ميعادها اصلا في اول 4، حتى لو الحرب ديت ما انتهتش وانت هتزود الوقود، فانت كان هيبقى ليك حجه ان انت تزود الوقود. انما ده دليل ان انت كده كده اصلا عندك مشكله، ومش بسبب الحرب ولا بسبب اللي انت ما عندكش مخزون استراتيجي. ان انت البنزين او الوقود اللي انت بتغليه ده انت عندك اصلا منه بالسعر القديم. فايه معناه اللي انت بتعلي نفس السعر، نفس السلعه اللي هي عندك اصلا بالسعر القديم؟ يبقى انت حضرتك بتتاجر على الشعب. دي نقطه. النقطه الثانيه، البلاد الهشه يا جماعه اللي اقتصادها هش دايما بتلاقي المؤسسين او اصحاب القرار بيكذبوا على شعوبهم، ودايما بتلاقيهم يطلبوا منهم بالصبر. يعني عندنا مثلا برضو من ضمن السفهات او من ضمن الكلام العبط اللي بيحصل، كل شويه يطلعوا يقول لك اصبروا اصبروا يا مصريين، اصبروا يا مصريين. والقانون او دكتور مصطفى مدبولي يقول لك احنا في مرحله بنبني اقتصادنا، في مرحله اصلاح اقتصادي من 2016. بقالنا 10 سنين بنعمل اصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي. تعال نخش على ارقام شويه. 2016 بدايه قانونهم اللي هم بيسموه اصلاح اقتصادي هو دمار اقتصادي، وده الدليل اللي احنا شايفينه دلوقتي، اللي اي بلد حوالينا بتعطس بتاثر علينا احنا. والبلد نفسها البلد نفسها اللي بتحارب الوقود عندهم ما زادش، والعمله بتاعتهم برضو ما قلتش. احنا البلد الوحيده في المنطقه اللي الجنيه بتاعنا تدهور مع بدايه الحرب، والوقود عندنا زاد مع بدايه الحرب. ده معناه يا جماعه اللي احنا مش في اصلاح اقتصادي، احنا في دمار اقتصادي للاسف الشديد. واحنا قاعدين وساكتين بقالنا 10 سنين ومصدقينكم، وكل سنه وكل شهر وكل مرحله زياده بتطلعوا تقولوا نفس الكلام، وكأنكم بتستنوا اي مصايب خارجيه حوالينا علشان تعلقوا عليها فشلكم. والحقيقه يا جماعه سبب كل اللي احنا فيه ده القروض والديون اللي مصر مديونة بيها بسببكم، برضو بسبب هذه الحكومة الفاشلة، وبسبب انكم مصممين برضو اللي انتوا تكملوا في القروض وفي الديون. طب بتعمل ايه بالقروض ديت لما انت بقالك 10 سنين عمال تدين؟ دينت مصر باكتر من 161 مليار دولار.
فين النتائج ديت؟ وفين اللي احنا جيناه ثمار الاصلاح الاقتصادي؟ قبل الحرب على طول نفس الشخص طالع يقول لك مصر السنه دي هتجني ثمار اصلاحنا الاقتصادي اللي بقاله 10 سنين. طب لما انت عندك اصلاح اقتصادي وهنجني الثمار دي ما نفعتش، ده انت مجرد اسبوع واحد بس في حرب خارجه عننا اصلا، اول ما فكرت تزود في المحروقات. طب انت مش عارف ان زياده المحروقات دي هتزود كل السلع، ورا منها السلع الغذائيه؟ انتوا دارسين يا جماعه القرارات اللي بتاخدوها ديت؟ والله ابدا. لان انتوا لو دارسين القرارات دي حتى لو هتزود، المفروض تبقى نسبه وتناسب. ما تجيش تزود بنزين ال80 بتاع الغلابه اللي هو بيخدم الغلابه، والسولار اللي هو مسؤول عن نقل كل السلع في مصر، ولو اتحرك جنيه واحد بتحرك معاها كل السلع في مصر. ما تجيش تزود الحاجات دي زيها زي بنزين ال95 بتاعكم بتاع ايجيبت. انتوا يا جماعه مش دارسين المواقف دي. انت حتى لو كنت عايز تزود المحروقات، زود السولار مثلا جنيه، بنزين 80 جنيه، بنزين ال92 مثلا 2 جنيه، بنزين ال95 5 جنيه، يبقى انت خدت الرقم اللي انت عايزه برضو، بس وزعتهم بنسبه وتناسب. وده دليل ان انت مش دارس اللي انت بتعمله، ومش شايف المواطن المصري اللي انت شايفه بالنسبه لك متخلف، ما انتش عايزه اصلا، بدليل ان انت مش شايفه اصلا. زمان كان حسني مبارك الله يرحمه كان بيجي يعمل حاجه زي كده او يزود نسبه المحروقات، خطاباته الشهيره كان دايما بيقول لك انا لما اجي ابص او اخد قرار زي كده، اول حاجه ابص عليها ابص على المواطن، اقل مواطن هيتاثر بايه وهيتاثر عليه ازاي الزياده ديت. انتوا اصلا مش شايفين المواطن المصري الغلبان اللي هو بنسبه 90% من مصر. انتوا مصر بالنسبه لكم يا جماعه ال90% او ال10% او ال5% اللي انتوا حضراتكم منها واللي حواليكم والناس دي كلها، للاسف الشديد الحاشيه اللي انتوا بس شايفينها في مصر اللي هي دي مصر. الناس دي يا جماعه والناس اللي بتسقف والناس اللي بتطبل دي هيتحاسبوا عند ربنا سبحانه وتعالى قبل اخذ القرار نفسه. ربنا كبير وربنا شايف كل شيء، لان انتوا قراراتكم كلها خطأ، وقراراتكم كلها بتيجي على المواطن الغلبان، المواطن المصري اللي هو اللي بيمثل اكتر من 90% من الشعب المصري. هي البلد ايه كمواطن غير مواطن؟ يعني اي بلد في الدنيا، مع امريكا نفسها يا جماعه لما جت، يعني العامل الامريكي بياخد في الساعه $10، تمام؟ لما جه الوقود زاد عندهم الاسبوع اللي فات، طلع ترامب بتصريح قال لك الحرب خلاص اشرفت على الانتهاء عشان يهدي الامور، وفعلا الوقود نزل، برميل النفط نزل من 120 لحاجه و80 82 او 83، تمام؟ وبيدرسوا دلوقتي اللي هم يزودوا اجر العامل بالساعه، هناك بيشتغلوا بالساعه مش زي عندنا. انت بتقارن نفسك لما تيجي تزود بتقارن نفسك بامريكا. انت فين من دخل امريكا او دخل الموظف او العامل الامريكي من العامل المصري؟ انت عندك تركيا بتقفل مصانعها هناك وبتيجي عندك لان انت عملتك رخيصه، ومبسوطين وبيطلعوا يتفاخروا ان احنا عملتنا رخيصه عشان كده المصانع جايه لنا من تركيا. يا جماعه عيب، انتوا ليه بترخصوا المواطن المصري بهذه الطريقه المستفزه؟ الحكومه دي يا جماعه عشان كده انتوا جايبين مجلس الشعب متفصل على مقاسكم عشان يمرروا لكم الكلام ده كله. احنا لو بلد محترمه قرار زي ده ما يتاخدش غير لما يمر على مجلس الشعب ويتوافق عليه. مجلس الشعب اللي هو بيمثل الشعب، بيمثلنا. انما انتوا قراراتكم بتيجي الفجر ويوم تلات، طب حتى خليها يوم خميس عشان تدي فرصه للمحليات اللي هي تحط التعريفات، الناس ما تمسكش في بعضها وتمسك فينا بعض مع السواقين، والسواقين بيحطوا اي تعريفات هم عايزينها زي ما السواق عايز في المواقف. انتوا حتى في قراراتكم وفي توقيت قراراتكم غلط، وده يثبت ان انتوا خايفين الحرب تخلص. انتوا ما صدقتوا حرب او يحصل مشاكل في المنطقه عشان تعلقوا فيها فشلكم. انتوا يا جماعه انتوا وصلتوا مصر الايراد مصر 92% من ايراد مصر بيروح على الدين بتاعكم، الدين القروض اللي انتوا واخدينه اللي مش باين على مصر اي شيء. اصلاح اقتصادي ايه وزفت ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه؟ اللي انتوا رايحين ترموا القروض دي كلها خدتوها بنتوا بيها شويه مباني في الصحراء وشويه كباري وبنيه تحتيه تمثلكم انتوا فقط، لا تمثل الشعب المصري. عاملين بنيه تحتيه لا تدر الوطن بشيء. يقول لك احنا عملنا بنيه تحتيه عملتوا ايه يا جماعه؟ فين العائد على المواطن المصري البسيط؟
فين العائد على المواطنين اللي هم بيمثلوا اكتر من 90% من الشعب المصري؟ الناس دي مش شايفه اصلاح اقتصادي، لان الناس دي ما تفهمش شيء غير جيبهم فيها اللي يكفيهم، مش اللي يحوشوا منه، اللي يكفيهم الشهر او ما يكفيهمش. انت عندك بتتكلم لسه وزير الماليه طلع قبل ما ياخدوا قرار زياده الوقود على طول، عشان بس ايه؟ عشان تعرفوا اللي هم دي خطه ولعبه، هم لعبه قذره دايما بيعملوها معانا. يقول لك احنا هنزود الاجر او الحد الادنى من الاجور ان شاء الله بقيمه كويسه. هتزود، انت لسه قايلين التصريح ده وزير الماليه من يومين. تاني يوم راح فقعنا 3 جنيه في كل المحروقات، وكله زي بعضه. المحروقات اللي بتخدم على المجتمع زي المحروقات بتاعت الرفاهيه بتاعتكم. وده دليل ان انتم مش شايفين حد من الشعب اصلا. طب انت حتى لو زودت الحد الادنى لسه هتزوده لسه في شهر 7 اللي جاي. طب انت بتزود ايه دلوقتي؟ ما صبرتش ليه شهر 4 على الاقل؟ افرض دلوقتي الحرب خلصت مثلا، وهي هتخلص كده كده، وهم عشان عارفين اللي هي هتخلص ومش هتكمل شهر 3، يعني ان شاء الله بعون الله الحروب دي كلها هتخلص او المشاكل دي كلها. هي لعبه يا جماعه معموله، لعبه قذره، وكل واحد ليه اهدافه. واحنا للاسف الشديد عندنا ناس وحكومات مش فالحين بس غير في التجاره على المواطن المصري، وفاهمين الكلام ده كويس خارجيا ان الحرب هتخلص. عشان كده هم استعجلوا في الزياده اللي هم حطوها دي، لان هي مش هتجيلهم فرصه تاني بعد كده. عشان لما يجي الحرب تخلص والوقود ينزل، الوقود فعلا بالفعل نزل. ما شلتش ليه جزء من الزياده دي زي ما انت كنت بتقول؟ لو الحرب انتهت سنراجع هذه التصعيدات. ما رجعتش ليه؟ طب ما الوقود نزل عالميا، ما رجعتش ليه؟ لا، عشان تيجي بعد كده يقول لك خلاص احنا هنشيل جنيه، ويبقى ال2 جنيه اللي هو كان رصيدهم اصلا كده كده هيزودهم علينا اصلا، وكانوا طالعين يكذبوا عنه يقول لك ما فيش زياده السنه دي. يبقى شال جنيه وخد برضه ال2 جنيه اللي هو عنده عجز فيهم بسبب ديونه وبسبب قروضه وبسبب فشل ادارته. صدقوني طول ما الحكومه دي موجوده هتفضل البلد في فشل، واقتصاد مصر عمره ما يقف على رجله، لان مفيش دول في العالم بتبنى على الاقتراض وعلى الديون. صندوق النقد الدولي ما دخلش دوله غير لما خربها، ومصر بالذات مستهدفه، وانتوا للاسف سلمتوها على طبق من فضه. المستهدفين، الناس اللي مستهدفه البلد دي، اللي مش عايزه البلد تقف على رجلها ولا عايزاها تقع ولا عايزاها تقف، انتوا اللي بتساعدوهم على الكلام ده كله. للاسف الشديد صانع القرار هو اللي بيساعد الناس دي على الكلام ده كله. بتطلعوا تتباهوا بالانجازات اللي انتوا عملتوها، انجازات الشعب اصلا مش شايفها ولا حاسسها، بالنسبه لكم انجازات وهي لا تضر شيء. ان الله لا يصلح عمل المفسدين، ان الله لا يصلح عمل المفسدين. نيجي بالارقام من ساعه ما بداتوا الاصلاح الاقتصادي. مثلا لتر البنزين ال80 يا جماعه 2016 قبل ما يخشوا مع صندوق النقد ويعوموا الجنيه ويخشوا في المجزره اللي هم عاملينها فينا ديت ومكملين فيها برضو في الشعب المصري، كان لتر البنزين ب90 قرش. تخيلوا النهارده لتر البنزين النهارده وصلوه ل 20 وشويه، 21 جنيه الا ربع تقريبا بعد الزياده الاخيره دي. السولار برضو مثله. تخيلوا يا جماعه الاصلاح الاقتصادي اللي هم بيعملوه. طب تخيلوا اللي هم زودوا المحروقات علينا من ساعه ما مسكوا 25 مره، 25 مره من 2014. هذه الحكومه يقول لك انجازات، يقول لك هنحاسب التجار. دايما كل سورس التجار من عندكم انتوا اللي ماسكين البلد، وانتوا اللي ماسكين التجاره، وانتوا اللي ماسكين كل شيء. محدش يطلع يضحك علينا يقول لنا التاجر اللي هيتلاعب بالاسعار، والتاجر اللي مش عارف ايه، والتاجر اللي هيزود هنحوله لمحاكمه عسكريه، والكلام ده كله كلام ضحك على الدقوق. انتوا اللي محتكرين كل شيء في البلد. فمن فضلكم ما تلعبوش على جهل الشعب، ما تلعبوش على جهل الشعب، عشان انتوا اللي عملتوا كده، انتوا اللي خربتوا الدنيا كده. حتى عقول الشعب طالعين يقول لك عايزين نبني المجتمع. مفيش بناء للمجتمع من غير تعليم جيد وصحة جيدة وإنتاج جيد. مفيش كوبري بيبني مجتمع، مفيش بناية بتبني مجتمع. اللي بيبني مجتمع مدرسة جديدة
مستشفى جديدة، إنتاج جديد، مصنع يشغل ابني وابنك. مفيش دولة بتقوم على اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعة. مفيش دولة في الدنيا قامت ولا نمت من ورا القروض ومن ورا السلف ومن ورا الديون. نسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يعز الإسلام والمسلمين يا رب، وربنا يفوق